تشيز كيك باردة وبنينة وسهلة بمكونات بسيطة على الاخر، نودكم ولا نشهيكم. اول حاجة نسحقها التشيز كيك متاعنا اليوم اللي هي طبقة البسكوي كما نعرف الناس الكل. هنا انا استعملت سيدة، تنجم تستعمل اي نوع بسكوي متوفر عندك في الدار. دونك البسكوي متاعنا نرحوه في الميكسير ولا نهروشوه باي حاجة. دونك هنا كمية البسكويت تقريبا 24 قطعة اللي هي ما يعادل كمية 200 جرام. هنا هروشنا البسكويت متاعنا ولا هرسناه ولا رحيناه بالمكسير متوسط، مش جويد على الاخر ومش خشين. فوالا. وهنا نسحقوا الكمية البسكويت متاعنا باش نخلطوه بالزبدة هي نصف الكمية. الكمية البسكويت كما قلنا 200 جرام، دونك الزبدة هنا عنا 100 جرام زبدة مذابة. استعمل اي نوع زبدة عندك بطبيعة. هنا نصبوا بشوي الزبدة باش نعرفوا اذا كان البسكويت متاعنا يستحق برشا ولا شوية. دونك ما نصبوش الكمية كل فرد المرة، على خاطر ثم انواع متاع بسكويت تشرب برشا زبدة وثم اللي ما تستحقش. دونك كان كثرنا الزبدة برشا اكثر من اللازم، اكثر من كمية البسكويت، راهو من بعد الطبقة متاع البسكويت باش تجي شايحة يابسة. واذا كان عملنا الكمية متاع زبدة قليلة دونك باش تجي تتفتفت وتفرتش كلها. دونك ماذا بيكم تحطوا الكمية المناسبة، يعني في الوسط، لا نعملوا الزبدة بزايد وإلا نعملوا أقل، نعملوها قد هي والكمية اللي تستحقها. دونك كما قلت لكم هنا 200 جرام بسكوي سيدة، هنا استعملت عليه تقريبا 80 ل 75 جرام زبدة مذابة. كما شفتوا تبقت منها شوي. ومن بعد نجيبوا الطبق بتاعنا اللي باش نعملوا فيه التشيز كيك. هنا انا ما عنديش المول اللي تنحل على جنب والا اللي تعمل لي سيركل عاديه. دونك استعملت الحيله هذه اللي نحط اي طبق عندي نتاع حلو، نحط فيه البابي سولفا ولا البلاستيك باش نجم بعدها بعد ما تحضر كومبليتمون نجم نخرجها. دونك هنا بعد ما حطيتها وطرحناها بالمغرفة ولا سباتشيل، ننزل عليها بالكدا بالكيس باش تتشكل طبقة واحدة وتشد روحها مع بعضها. دونك من بعد نحطها في الفريجيدير ترتاح شوية حتى نحضروا الطبقة الثانية اللي هي كريمة التشيز كيك، واللي نسحقولها كما قاعدين تشوفوا معنا في الفيديو اللي هي كريم فريش. هنا استعملوا اي نوع كريم فريش عندكم، ونسحقوا بسكوي هنا كإضافة للتنكيه للكريم تشيز متاعنا. نجموا تستعملوا كما تستغنوا عليه، كما تعوضوه بالفواكه. هنا عندنا نوعين متاع جبن مثلثات، وهنا عندنا نوع آخر متاع جبن غير مملح. كما قلت لكم هنا البسكويت نجموا تستعملوا كما تنجموا تستغنوا عليه، يبقى اختياري. هنا نحضروا الكريم تشيز متاعنا المثلثات فرماج والجبن والكريم فريش. بالنسبة لكمية الفريش، كمية كريم فريش هنا ولا القشطة استهلكت فقط علبتين، يعني حكتين فقط. فوالا. كما قلت لكم هنا زدت نكهتها بساشي فاني سكر فاني. كيما تنجموا زيدوا زاد كمية معناتها مثلا مغرفتين سكر، تبقى اختياري وعلى ذوقكم. فوالا. فرغت شوية من الماء الزايد وحطيت كيما قلت لكم حكتين كريم فريش القشطة. فوالا. نكهتها هنا بشوية سكر فاني، وخلطت المكونات اللي حطيناهم مع بعض. الجبن مثلثات والقشطة والجبن، جبن الطلي او الدهن اللي حطيناهم من كعبات الياغورت. فوالا. ونخلطوهم بالكدا حتى تمتزج المكونات كلها مع بعضها بالكدا. وهنا نكهناهم بشوية سكر فاني كما شفتوا، معناتها خلطوها بالكدا باش السكر يذوب انه ما يبقاش موجود. دونك هنا تنجموا تزيدوا كإضافة باش معناتها
تنقصوا شوية من نكهة القشطة اللي هي السكر. أنا هنا ما حطيتش بالنسبة لي، ولكن بعد في النتيجة في الآخر كان من المستحب أني نزيد مغرفتين سكر محور بطبيعة الحال، مش السكر العادية، مغرفتين سكر محور رطب العادي، سكر جلاس. فوالا، ونكهتها بشوية بسكوي. كيما قلت لكم أي نوع بسكوي منكه عندكم موجود في الدار، نجموا تستغنوا على فكرة البسكوي، تحطوا غلة، أي نوع بتاع غلة أو فواكه جافة، تبقى اختيارية وعلى حسب ذوقكم. فوالا، وهذه الكريم تشيز متاعنا حضرت تاع تشيز كيك. تشيز كيك معناتها طبقة البسكوي هي تابع الكيك، والتشيز هي الجبن اللي استعملناه في الطبقة الثانية. نجم تستعملوا أي نوع جبن عندكم متوفر في الدار. فوالا، وهنا جبنا البلاتو نتاع الكيك اللي فيه الطبقة الأولى نتاع البسكوي، وحطينا عليه الطبقة الثانية نتاع تشيز كيك تاع تشيز، الكريمة تشيز، هذه كريم تشيز، ونطرحها بكدا على كامل الطبق، ومن بعد نحطها في الكونجيلاتور في بيت الثلج باش تبرد لمدة 2-3 بتشد روحها بالكدا. واذا كنت في راحة من عقلك نجم معناتها ماكش مزروب ما تستحقش في ساعة، نجم تحطها في الثلاجة من الأسفل، يعني مش في بيت الثلج، من الصباح حتى لليل مثلا، معناتها تطلب على الأقل 7-8 ساعات. فوالا، وهذه تشيز كيك متاعنا حضرت. دونك انا حطيتها في بيت الثلج خاطر كنت مزروبة تقريبا 3 ساعات، وزينتها بشوية شوكولاتة ذايبة وبقية البسكوي اللي فضلي اللي حطيت منها في حشوة كريم تشيز، معناتها زينت به من فوق. نجم تزين بالطريقة اللي تساعدك واللي تعجبك، تبقى اختيارية وعلى حسب ذوقك. دونك هنا التشيز كيك بتاعنا حضرت. شوفوا هكا المنظر وهكا البنه، ما نحكي لكمش على البنه بتاعها كيما قلت لكم. هنا الحاجه الوحيده او كنت نجم نضيفها اني كيما قلت لكم كميه السكر باش نعدل من كميه الملوحيه نتاع الجبن، والسكر تجي ابن اكثر نتصور. هنا استعملت البابي سولوفان ولا البلاستيك في البلاتو باش نجم نخرج التشيز كيك متاعي بسهوله وما تتكسرش وما تفتتش. شوفوا كالبنه، شوفوا كالمنظر متاع التشيز كيك، شفتوا كيفاش الطبقه الاولى ما تتكسرش وما تفتتش بسهوله. صدقوني بنينه على الاخر. والزينه كيما قلت لكم تبقى اختياريه، نجم زيناها بصوص شوكولا، كريم باتسير اللي تحبوا انتم، تبقى على ذوقكم على اختياركم. حويجة سهلة وبنينة عالطاير فيت في بحاجات موجودة أغلبيتها تقريبا في كل دار وفي كل منزل. صحة وبشفاء للناس الكل.